ويا مساء الخير ويا مساء العافية عليكم، ويا رب تكونون الكل بخير وصحة سلامة. اجيت اليوم وياكم بوصفتنا اللي هي العشق عند كل العراقيين، اللي هي الدولمة. وهنا أول ما بلشت بديت ثرمت البصل والطماطة والكرفس، وهنا ثرمت اللحم بهاي الطريقة. أنا أخلي لحم مثروم وأخلي لحم يعني هيج أثرمه بإيدي. وهنا خليت التمن، وراح أبدي أسوي الخلطة. وهنا نزلت اللحم، وراح أنزل اللحم المثروم، لأنه اللحم المثروم ينطي طعم كلش طيب، لأنه هو مثروم كلش ناعم. هنا نزلت اللحم المثروم، كملت عندي الخلطة، بصل والطماطة والكرفس واللحم، وعندي هاي البهارات اللي ضفتها للدولمة، وأكيد هنا اللمندوزي على مود تصير حامضة، والملح أكيد ما ننسى الملح والمعجون. هنا بديت أجهز الجدر. أول ما خليت هذا مال السلق وخليت قطع من الضلوع، وراح أبدي ألف. وهاي عندي هنا اللي حفرتهم باذنجان وفلفل وبصل وشجار. هنا عندنا بالبيت يحبون لازم نخلي بيها كل شي يعني. وهنا الخلطة جهزت، وراح أبدي ألف. أول ما لفيت هذني الشغلات، وبعدين السلق. وهنا كمان عندي الجدر، وراح أخليه على النار. وهنا بدأ يفور عندي، راح أخليه إلى أن يفور وينزل السلق يذب كل السوائل مالته. راح أضيف شوية مي، لأنه السوائل اللي ذبتها هواية، يعني ما يحتاج مثل ما يقول يعني ستوتها بالمي مالته. هنا كملت عندي الدولمة وصارت بهذا الشكل اللي يخبل ويجنن، وتمنيتكم وياي. طبعا صارت شي روعة روعة، يعني فد شي حامضة وحمرة وطيبة طيبة كلش. هنا أهم شي هاي هيجي الهزة. وهنا أهم شي اللجعة مالت الجدر، يعني اللجعة مالت الجدر يعني فد شي موضوع ثاني. لجعة الجدر موضوع ثاني. ولهنا أختم فيديو اليوم وياكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة، ومع ألف ألف سلامة.